كوبة حلب مندي كريسبي ومحشية دجاج مدخن. احنا في يابا حتى من نسوي الكوبة السوداء نستعمل رز حبة طويلة بسمتي، على عكس الكل يستعمل رز مصري. ليش؟ لأن البسمتي بيه نشا أقل بهواية، فبالتالي الكوبة مالتها تطلع كلش مقرمشة جدا خفيفة وما تشرب عندنا أبد زيت. احنا بدنا نستعمل رز الوليمة اللي سوينا عليه تجارب كلش هواية بالفيديوهات السابقة حتى نختبر الجودة مالته. أول شيء ناخذ رز الوليمة نغسله كلش زين وراح نخلي فوقاه كركم غار وهيل وراح نطبخه، بس أهم شيء يطلع عندنا نثري مو معجن، بحيث لما نسويه عجينه يطلع عندنا جزيئات صغيره من الرز، وهذا راح تعطينا قرمشه مخيفه وما تصير عندنا عجينه مثل المعجون. الدجاج راح نتبله ببهارات المندي وراح نشفيه بالفرن مال البيت مالتنا. ورا ما راح نطلعه راح ندخنه بفحمايه وشويه زيت، بعد ما تبرد راح نفلسها وراح نجيب شويه بصل نشوحه، شويه صنوبر وراح نحط شويه سمنه ونضيف فوقها شويه زبيب وراح نخليه فوق الخلطه مال الدجاج يعطينا هيك قوام لما تاكلها مختلف. راح نفتح الرز مالتنا بعد ما عجناه بهاي الطريقه وراح نخلي بيه الحشوه وراح نسدها على شكل قبه. ناخذ بعد رز الوليمه وراح نخلي فوقها شويه هوايه صبغه مندي وراح نطبخه، وهم لازم يطلع عندنا نثري. ناخذ الحبايات وراح نحطها على وجه الكبه على مود يطلع عندنا شكل مميز والكل يعرف انه هاي كبه مندي، وراح نقليها. بهالاثناء راح نسوي صوص مالتنا فلفل حار كزبره، والشباب باللاب لازم يحطون ملاعيبهم. كان الليمون خلوا يوزو ياباني وشويه لبن ضربناها بالبلندر خليناها بالسيفون على مود يعطينا شويه قوام. انتم ما يحتاج تسوون هذا الشيء. نصفي الكبه مالتنا وراح نوزعها على الصحن. راح نجربها مع الصوص عباره عن قنبله مندي. هذه فقط طريقه العمل، انتم تقدرون تسوون هوايه نكهات مختلفه كلش هوايه، مثل كبه قوزي، كبه شوربه مشروم، او حتى كبه سمك مسقوف. شنو تقترحون نسوي نكهات كوبات بعد؟ كتبونا بالتعليقات. في مال الله.